وهذه شدة على تقابل ربو على سالك تحاولي دابا اش تجي عندي نشق على قحبة دمك يا والله إلا تقلبت الآية خوتي شا قميش بحق الله. شوف دابا دوي معاه، لا دوي معاه نصحها، دير معاه شي حل توعر خوتي هذوك توعر. كريم ماشي هو دابا، والمرا اللي كطلب الصداق خصها خليها نضربوها، والام اللي كتأيد بنتها خصها خليها نضربوها. الناس باغا تعيش ماشي باغا دير تجاره، فهمتيني؟ وحده كتقول لك 6 المليون في بنتها جا واخا تعطي اليزابيث تايلور ويلي بزاف. لا ماشي هضره هادي. اش غيدير هاد الصداق كاع؟ اش غيدير؟ ما عنده ما يزيد ما ينقص. شنو هو؟ كان ثمن غير ثمن كيديروا بكري ثمن رمزي، ولكن دابا علاش غتلبس هي البركه تتفتك من السداري ديال ما وباها وتفكوا منها؟ صراحة نكونوا واقعيين، راه بنادم مسطي، بنات اليوم مسطين، لا نبقى خدامه ونعصر على مو، واش غتعصر على مو؟ راه عصر عليك الوقت. كونوا واقعيين، الناس خصها ترجع. انا عندي بناتي مجوجين مشاو بميردين. ولي صراحة والله حنا بغينا نتزوجوا، ولكن دابا الشاب المغربي كتلقاه دابا كيتحدى العوامل المناخية والمادية والمالية كاملة ويوصل عندك لا ما نحطوا النقاط على الحروف. راه كيتحدى العالم في الشاب المغربي في هذه الوقيته هذه. راه القضيه هذا وكتكبت عليه. كتجي في الشاب المغربي المواطن الصالح الذي يذهب مع الثامنيه صباحا لكي يشتغل عند اكحل الراس ويمرمده على حسق العروبه، وبالتالي يتحدى العوالم كامله لكي ياتي عندك ويطلب يدك، وبالاخر تصدمينه يا اما واسعه الفكر وتقولين له اريد 10 ملايين. هذا يضر في الخاطر يا اختاه. بغيتي تزوجي، بغيتي تسري راسك، شوفي لك شي ولد الناس على قد الحال زيني انت وياه لقدام، تمشي وطلبي الشرب غيفاجئها لك وغيعطيك على قد نيتك. اما لا خرجتي في الخط الاحمر شغل كامل. راه طاحت لنا شي لعيبه من الكار، وهذا هو دار نزل كيخرا لينا هنا ما فهمناش شي لعيبه كاع. ها انت شوف والله العظيم ما تشوفها. حنا راه قلوب بين الكار هو كيخرا مع راسو ليه ما فهمش والله. كيفاش ما فهمت والو؟ كيفاش هاد الشعب المغربي ما فهمتوش انا؟ السيد مريض مسكين ولا شي لعبه باغي يخحاشاكم باغي يدير كاكا. شنو ما فهمتيش؟ السيد مزير. شو صافي راه كبير تيبان لي انايا شو كيبحالني. علاش كتصوروا؟ علاش؟ شنو زعما شنو كتبين؟ شنو شي حاجه اللي ما كتدخلش العقل؟ عادي. لا هادي السيد زير تقلب الكار جابها مسكين طق ولا عيان صحيح خصو يدير كاكا. علاش كندير؟ كيفاش ما فهمتش؟ شنو ما فهمتش؟ اللابا ديالي لا الحنان الاب هكا كيكون الحنان الاب. عرفك عليا من هنا. بقالك كام سنة متجوز؟ 22 سنة. حلو قوي. وممكن تقول لي ايه سر السعادة الزوجية اللي خلتك تستمر المدة دي كلها؟ أنا لما جينا نتجوز اتفقت أنا وهي إن أنا ساعات بتعصب واتنرفز، فلو دخلت البيت من الشغل لقيتني متنرفز أو متعصب تسيبني نص ساعة تروح المطبخ تروح أوضتها وكده الأمور بتبقى زي الفل. فكرة حلوة قوي. أيوة. طيب ولو هي متنرفزة؟ برضه انا لو دخلت البيت لقيتها متعصبه او متنرفزه او في حاجه مزعلاها بطلع بره الشارع شويه. حلو. انت بتاخد نص ساعه لغايه ما تهدى. أيوة. هي بقى بتاخد قد ايه لغايه ما تهدى؟ والله انا بقالي 22 سنه في الشارع. 22 هذا ماشي سر السعاده الزوجيه يا اخي في الله. هذا راه سر من اسرار كيف تعيش في الشارع، كيف تعيش مغتربا على بيتك. راه التكرفيص هذا راه التل منتشر بالله قالها لك.